الو. مساء الجمال والهنا يا حبيبتي. الو. الو. ازيك يا ايه؟ ست الكل، عامله ايه؟ الرقم غلط يا استاذ. هو يا لهوي، يا لهوي. وانا قلت مين اللي معايا الاول ولا سالت على حاجه؟ ازاي حضرتك؟ الو. احنا طبعا لو في امكانيه نكلمها فيديو يا شباب، بالموضوع ممكن يبقى يعني تفتكروا ان احنا بنشتغلها او حاجه. هي بتقول لي الرقم غلط وانا اصلا ما قلتش ان بكلم مين او قلت مين معايا او قلت اي حاجه. حاضر، نجرب تاني يا شباب. الرقم غلط يا استاذ. المكالمه اللي ما كملتش 5 ثواني دي، اللي محمد رمضان ما لحقش حتى يقول هو بيكلم مين ولا بيعمل ايه. للي ما يعرفش، محمد رمضان عامل برنامج في رمضان اسمه مدفع رمضان، بيكسب الناس فلوس، والبرنامج فيه كذا فقره، واخر فقره فيهم بيكلم رقم عشوائي يكسب صاحب الرقم 200,000 جنيه. الست اللي كانت في المكالمه دي يعني سيئه الحظ جدا، لان هي ما ادتش نفسها فرصه انها تسمع. الراجل ما لحقش يقول اي حاجه، وقامت جايه هبداء الرقم غلط يا استاذ، وقفلت السكه واتصلوا بيها تاني، قفلت السكه في وشهم، ما بتردش عليهم. بالجمله دي الست دي ضيعت منها 200,000 جنيه. 200,000 جنيه من الهوا، 200,000 جنيه ضاعوا في لحظه. وانا اظن ان الست دي هتفضل طول عمرها تندم على المكالمه دي وعلى التصرف اللي هي تصرفته ده، ولعل وعسى انها يعني تتعلم حاجه او تستفيد حاجه من الموقف ده، وهقولها في اخر الفيديو. المهم ان المكالمه دي فكرتني بحاجه، فكرتني بقول ربنا سبحانه وتعالى: وفي السماء رزقكم وما توعدون. وفكرتني بحديث لرسول الله عليه الصلاة والسلام بيقول عن أبي العباس عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال: يا غلام، إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي قول آخر: اعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وأن ما أصابك لم يكن ليخطئك. سبحان الله، الرزق ده يعني مهما عملت انت رزقك هيجيلك، ومهما حاولت الرزق اللي هيجيلك لو مش بتاعك ما انتش هتاخده بإيدك. المكالمة بتاعت الست تجسيد حرف. يعني أنا أول ما شفت المكالمة شفت قدامي الآية، شفت قدامي الحديث. المكالمة هي الآية والحديث، إن الست جايلها لحد باب البيت 200,000 جنيه من الهوا. مكالمة تليفون ب200,000 جنيه، قفلت السكة في وشه، رفضت 200,000 لأنه مش رزقها. ال200,000 جنيه دول مش رزقها، فمهما يعني لو الأرض اجتمعت على إنها تاخد ال200,000 جنيه مش هتاخدهم. سبحان الله، يعني فعلا رزقك جايلك، رزقك اللي مكتوب لك هيجيلك مهما عملت. ومهما عملت لو الرزق مش رزقك ما انتش هتاخده. الحاجة التانية بقى، واللي انا يمكن الست دي تستفيدها من التجربة دي، في واحدة أديبة أمريكية اسمها هيلين كيلر دي كانت إنسانة طبيعية خالص، ولما بقى عندها 19 سنة ما بقتش، فقدت حاسة السمع وفقدت الإبصار. ولأن الحلقة دي مش عليها يعني ممكن تدوروا عليها، لكن الست دي قالت جملة مشهورة جدا. قالت إيه؟ ياما ناس تسمع ولا تنصت، تنظر ولا ترى، تشعر ولا تحس، وعلمت أن العمى هو عمى القلب وليس البصر. إنه الست دي سمعت بس ما نظرتش تنصت، رفضت إن هي تنصت. لو كانت ادت لنفسها فرصة إن هي تسمع حتى هو هيقول إيه أو هيقول أنا مين، كان يمكن تكسب تاخد ال200,000 جنيه. إنما هي حتى رفضت إن هي تسمع، ولما الدنيا ادت لها فرصة تانية ان هم يتصلوا بيها تاني رفضت ان هي ترد، للسبب الاولاني اللي هو الرزق. بس في نقطة مهمة جدا، ان الرزق هيجيلك بس انت مكتوب لك انك تسعى له او ما تسعلوش. انت لو ما سعيتلوش يبقى انت مكتوب لك انك مش هتسعى، ومكتوب لك انه مش رزقك. يعني ان السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة. لو انا قاعد كده على الكرسي مش بروح الشغل، هل هقبض اخر الشهر؟ لا مش هقبض. طب ولما انا ما اقبضش اخر الشهر يبقى الرزق ده مش رزقي. طب انا لما اروح الشغل واجتهد واقبض اخر الشهر يبقى انا الرزق اللي انا قبضته ده رزقي. ربنا سبحانه وتعالى بيسبب الاسباب. ان السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة، مش انا هنام كده والرزق هيجي لي لحد عندي. لكن المكالمه دي تجسيد حرفي، انه انت الارض لو اجتمعت على ان هي ترزقك مش هترزقك غير باللي ربنا كاتبه، ولو اجتمعوا على ان هم يضروك مش هيقدروا يعملوا لك اي حاجه غير اللي ربنا كاتبها لك. رفعت الاقلام وجفت الصحف.
السلام عليكم.